اللي حصل يا حضرات ان وقت اكتشاف نيوتن لقوانين الحركه سنه 1687 كان المعتقد وقتها ان العالم عباره عن نظام محكم، بمعنى تاني ان اي حاجه بتحصل لك او هتحصل لك لازم ولابد يبقى لها تفسير، وكأن العالم كان عباره عن آلة ماشيه بقوانين ومعادلات ثابته. لو الكره وقعت هنا وعايزين نعرف سرعتها فهنطبق عليها قوانين نيوتن للحركه، ولو الضوء جاي عليك بشكل غريب هنطبق عليها قوانين الانعكاس والانكسار. خلصانه. وفي 1814 جه تلميذ نيوتن لابلاس واكد ان وضع الكون الحالي هو نتيجه وضعه في الماضي وسبب وضعه في المستقبل، بمعنى ان هم عايزين يقولوا لك ان احنا نقدر نحدد شكل المستقبل عن طريق شويه المعلومات اللي معانا النهارده في الحاضر، وده عن طريق مبدا الحتميه او الديترمينيزم. وفي بدايه القرن العشرين وبالتحديد في 1900 عالم الرياضيات الفرنسي هنري بوانكاريه عمل دراسه على حركه الكواكب ومداراتها، ولكنه ما استخدمش نفس طريقه البحث اللي كان بيستخدمها نيوتن وقت دراسته لحركه النجوم والكواكب كان بيحط شروط هو بس اللي كان بيستخدمها وسماها بالشروط الابتدائيه، حاجات كده زي معادلات او ثوابت بيبدا بيها، وعلى اساسها طلع نتائج بتوصف حركه النجوم والكواكب